ازاي عملت البرواز ده بالاضاءة؟ وعلى فكرة ينفع معاك مشروع، فيلا يا كبير كده نشوف مع بعض هنعمل البرواز ده ازاي. في الاول حضرت الخشب بتاعنا، والخشب طبعا بيكون تخانة 19 في عرض 10 سنتي. طبعا انا حضرت 4 قطع، والمقاس بتاعي بيكون على مقاس ورقة الطباعة. تمام. عشان خاطر موضوع المقاس ده يظبط معاك لازم تجيب ورقة طباعة وتقيس عليها. هي حوالي 31 سنتي في 22. وبعد كده هبدأ اقطع الخشب بتاعي على زاوية 45 زي ما احنا شايفين كده، ولازم الزاوية بتاعتك تكون مظبوطة تمام التمام. فانت لازم تعمل حساب الورقة دي، طبعا تعمل حسابها في الداخل، يعني الزاويه دي بتكون زياده عن الورقه زي ما احنا شايفين كده. بتاخد مقاسك من اول هنا لاول هنا، اول الزاويه من جوه لاول الزاويه التانيه من جوه. بعد كده هتبدا تقطع كل المقاسات بتاعتك على المقاس اللي انت عملته ده بالظبط. وبعد كده هبدا افرز الخشب اللي معايا كله، وهسيب في البدايه 2 سم، وبعد كده هفرز الباقي زي ما احنا شايفين كله كده. كده تمام، احنا فرزنا اول قطعه زي ما احنا شايفين كده، وهنفرز نفس كل القطع زي ما احنا زي ما احنا شفنا كده. وبعد كده هنبدا نجمع البرواز مع بعضينا. زي ما احنا شايفين الزاويه 45 تخدمنا في التجميع، بيبقى التجميع بتاعها تجميع 10 على 10. زي ما احنا شايفين كده الاطار ده الاطار اللي احنا هنركب عليه الجزاز. وزي ما احنا شايفين الخشب وانا شغال فيه طبعا في حتت كده طقت مني، في هبدا اظبطها زي ما احنا شايفين. وهبدا دلوقتي برضه لازم اصنفر البرواز واروج عليه عشان خاطر موضوع ان كنا نديله سيلر او نديله ورنيش. ودي القطعه اللي احنا هنعملها من ورا. انا ما رضيتش اعملها بلاكاش، عملتها تخانه 18 او 16 مللي قيمه الفايبر ده يعني، عشان خاطر هبدا اسمر عليه مسامير هنشوفها بعد كده اللي هي بتاع الاضاءه. يعتبر احنا عملنا شغل الخشب كله كامل كده، بس هنعمل قطعه خشب اللي احنا هنسند عليها القطعه اللي ورا اللي هو الظهر اللي ورا ده، عشان خاطر نخلي الظهر متحرك، لان ده هيبقى فيه اضاءه، فلازم يكون معايا متحرك عشان خاطر لو في مشكله ولا حاجه نعرف نحلها بعدين. دي ماده احنا استخدمناها اللي هي الفلين مع البنزين. دي بصراحه نفعتني كتير. طبعا انا مش بنزل بيها شغل كبير والحد دي، لا شغل ديكورات وحاجات زي كده نافعه معانا بصراحه ومأديه الغرض. فزي ما انتم شايفين اللمعه بتاعتها لمعه حكايه بصراحه، وبتشد بسرعه، وبتعزل معايا برضو الخشب عن الميه. فيها حاجات كتيره او كل الامكانيات اللي انا اللي انا محتاجها. فهسيب لك الفيديو طريقه عمل الماده دي في صندوق الوصف، يعني في كام فيديو كده في صندوق الوصف عايزك تبص عليه وان شاء الله تستفاد منه. وبكده احنا دهنا البرواز بتاعنا وشد الحمد لله. هنبدأ دلوقتي نشتغل في شغل الكهرباء. وشغل الكهرباء زي ما احنا شايفين انا جبت ليد عادي، في ليد بروفايل بس غالي شوية، فانا عشان كده ما حبيتش ان انا اجيبه. طبعا السلك هنطلعه كده من ورا، فعشان خاطر كده عملت مكانه كده تخليجة ان احنا يطلع معانا السلك من ورا كده او من الخلف. وده الموضوع اللي قلت لك عليه، ان انا هسمر مسامير في القطعه اللي ورا دي. طبعا كليبسات، انا عشان خاطر الكليبسات دي لازم الف بيها الليد بتاعي. لازم الف بيها الليد بتاعي عشان خاطر يلف معايا تمام التمام. انت الليد البروفايل بيبقى سهل في ان انت بتقطع مثلا 20 سم كل قطعه، وتبدا تلحمهم في بعض او توصلهم في بعض، وفي الاخر يوصلوا هتبقى قطعه واحده. بس دي غاليه، فانا عشان خاطر ما اكبرش الموضوع ولا اكبر الموضوع عليك، فانا جبت الليد ده عادي. المتر بتاعه رخيص، المتر بتاعه ب 15 جنيه، فعشان كده جبته وقلت ان شاء الله هيأدي معايا الغرض باذن الله. طبعا انا سايب القيمه دي اللي هي ال 2 سم دي و 2 سم دي اللي احنا قيمه الخشب اللي احنا حطيناها اللي هيركب عليها او هيسند عليها القطعه دي. والليد اللي انا جايبه ده مقاسه طبعا اللي انا جايبه مقاس مترين، فهنجرب الكهرباء بتاعتنا كده تمام التمام 100 فل 10. انا بصراحه كنت قلقان من الموضوع التاني ده
ان هو يكسر حاجه جوه او حاجه، بس الحمد لله عدت على خير والامور تمام التمام. ودي قطعه الجزاز بتاعتنا اللي احنا ايه هننزلها على الفريم اللي احنا ايه فرزنا عليه كده تمام. دي قطعه الجزاز بتاعتي انا جايبها 5 مللي، انت ممكن تجيب 3 مللي او 5 مللي او 4 مللي هيقدم معاك الغرض. ودول ورقتين انا طبعتهم في مطبعه، واحده الوان وواحده ابيض واسود، ابيض واسود زي ما احنا شايفين كده. الابيض واسود اول اللي مكتوب عليها الكلمه دي بحطها في الاول، والتاني ايه عليها الالوان زي ما احنا شايفين كده. وابدا اثبتهم بحاجه او سدابه كده، سدابه. هبدا اثبت سدابه داير ما يدور بمسمار بورما. وانا غلطت غلطه في البرواز ده ان انا ما عملتش حساب الفريز في مقاس الورقه. فانت لو هتعمل البرواز ده خلي بالك من مقاس الورقه في موضوع الفريز. يعني انا عايزك تصفي الفريز على مقاس الورقه بالظبط. فده الموضوع ده بصراحه انا فاتني، بس انا مش عايزه يفوتك وتاخد بالك منه. كده تمام، احنا خلصنا البرواز بتاعنا وركبنا اهو الظهر زي ما انا شايف الظهر نازل معايا كبس. ممكن تربطه بمسمار بورما هيمشي معاك ويقضي معاك الغرض. وكده ايه هنجرب البرواز بعد ما خلصنا. هننور النور كده ونشوف البرواز. الله ينور يا معلم. اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم بردا وسلاما على أهل غزة وارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم احفظهم وارنا عجائب قدرتك في نصرهم. اللهم نسألك النصر لأهل غزة على من عاداهم عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.